السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبطال، أهلا بكم معانا في فيديو صغير كده عايز أتكلم فيه مع حضراتكم ونناقش فيه البطولة الدوري السوبر الإفريقي. طبعا هو حاليا بيجهزوا عشان خاطر الماتش يبتدي، بس أنا ليا تعليق خبر سمعته وكان حاجة أنا قبل ما أسمع الخبر كان عندي شك فيها ويعني عرفتها. الشركة الإيطالية المنظمة للبطولة أو الراعية كمان للبطولة قالت إن إحنا يعني شفنا إن التنظيم كان وحش وتحديد مواعيد المباريات كان وحش، وكان في حاجات كتيره مش عجبانا في التنظيم والمواعيد والماتشات والتحكيم والحاجات دي. طبعا ده اللي احنا قلناه، الاهلي خرج من البطوله لانه ظلم تحكيميا، مش عشان بقول كده عشان اهلاوي ولا انا عايز اهلي كان كسب البطوله. طبعا اي حد اهلاوي مصري كان يتمنى الاهلي يكسب البطوله، الا اذا طبعا الناس اللي ليها ميول، ربنا يحفظنا من تفكيرهم يعني. الاهلي في ماتش سيمبا اتظلم، الماتش في سان داونز هناك اتظلم، يعني كره سان داونز بتاع بيرس تاو لو كانت اتحسبت كان الموضوع خلص 1-1، وجينا هنا كنا لعبنا حاطين رجل على رجل زي ما بيقولوا. بالطريقه اللي انا كنا بنلعب بيها دي انا كنت متاكد ان هم كانوا هيهاجموا اكتر ويفتحوا خطوطهم اكتر، كان الاهلي يقدر يهدف فيهم بسهوله. وعسى ان تكرهوا شيئا لكم، يعني احنا يعني خسارتنا دي اكيد ربنا ليه عامل لنا حكمه فيها ان احنا نقف على رجلنا في حاجه ثانيه احسن. ولكن لما الشركه الراعيه هي اللي تقول ان البطوله دي كان ليها مساوئ، وان هي ما كانتش على قد توقعاتهم، ان هي تحكيميا ما كانتش مظبوطه، تنظيميا ما كانتش مظبوطه، مواعيد مباريات في مؤجلات، ده كله بيقول ان يعني سان داونز خد مباريتين، الاهم مباريتين في قبل النهائي والنهائي بيلعبوهم الساعه 3 العصر، مع ان البطوله كلها كان متفق عليها ان هي تتلعب مواعيدها ليلا. طبعا موتسيبي وسان داونز قالوا احنا مالناش دعوه، الشركه الراعيه هي اللي محدده المواعيد. لا بالعكس، الشركه الراعيه قالت لا، انا كنت متفق ان الماتشات كلها تتلعب بالليل عشان الجمهور يكون اكتر، وطبعا استيعاب الاستادات والمتابعه الجماهيريه والاعلانات والدعايه والحاجات دي كلها. طبعا ده كله بلح. طلع ان سان داونز بترتب وموتسيبي بيظبط عشان خاطر ياخدوا البطوله، يعني بالبلد كده ياخدوها تسليم اهالي. الاهلي والوداد الاثنين اتحطوا في المزنق، الاثنين اتقال لهم تلعبوا 3 العصر غصب عنكم، مع ان البطوله كلها كانت بالليل. طبعا انا مش عايز اطول عليكم في الموضوع دوت، لان الموضوع ده يعني اي حد اهلاوي كان شايف الموضوع ده غلط، ولا واحد من الناس كنت في الاستاد في سان داونز. في بدل الطرد كان في لعيب واخد طرد، المفروض كان 2، يعني بقول الطرد ده كان المفروض 2، واحد الشوط الاول مع اكرم وواحد الشوط الثاني. ولكن الحمد لله على كل شيء، ونتمنى الافضل يكون موجود. وبس انا حبيت اتكلم بس قبل البطوله، قبل النهائي بيجهزوا له اهوت، مع ان انا بتفرج عليه عشان القناه، والله انا بتفرج على الماتش ده عشان اقدر اتكلم بعد الماتش عن القناه، نقول ايه اللي حصل ومين اللي كسب ومين اللي خسر وايه اللي اهم الاحداث في الماتش، ونحاول نحلل على قدنا كده اللي حصل. ولكن انا شخصيا انا كنت اتمنى ان كل الاهلاويه يقطعوا البطوله دي عشان يعرفوا ان المتابعه فرق كام مليون اهلاوي ما بيتابعش البطوله دي هيوقع مشاهدات عندهم في البطوله. ولكن الحمد لله على كل شيء، وزي ما حصل قبل كده خدنا 5 قبل كده، سان داونز مرتين ربنا كرمنا ووقفنا على رجلينا وخدنا البطوله. ان شاء الله الهزيمه بتاعت سان داونز دي ان شاء الله نقف على رجلينا، والحمد لله دلوقتي احنا لغايه دلوقتي متصدرين الدوري، وان شاء الله هنلعب الماتشين الافريقي بتوعنا قبل كاس العالم، ان شاء الله نطلع كاس عالم انديه، متصدرين الدوري متصدرين افريقيا، وخدنا 3 عالم في الترتيب العالمي، يعني ان شاء الله هنروح البطوله واقفين على رجلينا. وان شاء الله دايما الاهلي دايما فوق، ونسر الاهلي في العلالي. كان معاكم احمد زيكو على قناتنا وقناتكم ابطال. لو انت مش مشترك اشترك معانا، فعل زر الجرس وتابعنا، ويا ريت تكتبوا لنا تعليقاتكم ورايكم ايه في القناه وفيديوهاتها. السلام عليكم.